الوقيته اللي بغى يحاسب دوك الحزب اللي كان قبل منه، الرئيس اللي قبل منه، ديك السلطه اللي كانت قبل منه في ايموزا، الوقيته اللي بغى يجبد لهم الماضي ديالهم اش داروا واش فعلوا وفي التصافات الماليه ديال ايموزا، بغاو يديوه للحبس. يبقاو في البرلمان، يبقاو في الوزاره، هما اللي كيحكموا، هما اللي كيخطوا، هما اللي كيصافوا باش ما تعرفش فين كتصاف الملايا. السلام عليكم. اليوم معنا السي خالد البيضاوي الفاعل الجمعوي. بغينا نتكلموا على مساله ولا القضيه ديال السي مصطفى الخصم اللي جا باش البطل ديالنا اللي جا باش يخدم البلاد، ولكن تفاجأ بزاف الامور. لي ديتاي غيبقاو مع السي خالد. واش غادي نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. في الحقيقه مصطفى الخصم هو بطل، ربما ماشي ربما، هو عالمي بالنسبه للدومين ديال البوكسينغ. وقال واحد المقوله قبل ما يدخل الميدان السياسي، قالوا لي اشنا هي اكبر غلطه، قال لهم انني دخلت للمغرب. وهذا ماشي الخطا ديال الخصم، وهو الخطا ديال بزاف ديال المغاربه اللي دخلوا للمغرب، وكاين اللي عجبوا المغرب، وكاين اللي ضربت في ديك الشوكه ديال المغرب بغى يبقى، ربما ارتاح، ربما البلاد، الوطن، الملك، الارض ديال جدوده، وبغى يخدم البلاد. بزاف ديال المستثمرين كانوا عايشين برا ودخلوا للمغرب واستثمروا، ولكن تلاقاو مع المفسدين، تلاقاو مع ناس ما كيرحموش، تلاقاو مع ناس ما عندهمش ضمير، ما عندهمش الروح ديال الاداره، ما عندهمش الروح ديال الخدمه، ما فيهم الشعور ديال الوطنيه، ما فيهم حب الوطن، باغيين غير ينهبوا، باغيين غير يخونوا، باغيين غير يفسدوا. والدليل هو الخصم اللي طبات في ديك الشوكه ديال المغرب وعجبوا المغرب والاجواء ديال المغرب، وعوض ما يطرقش الجامعه ديال البوكسينغ ولا يطرقش شي رياضه ولا يدخل الدومين ديال الرياضه، قال راه نجرب السياسه باش نخدم بلادي. حيت الوقيته اللي كتكون عايش برا وكتعيش واحد 20 عام ولا 30 عام، ولا الوقيته اللي كتزاد تما كاينه وكتشوف داك التسيير المقاد، ماشي التسيير العشوائي، التسيير ديال بصح، كيفاش الادارات كتمشي، وكيفاش كيفاش الناس كمنظمه، وكيفاش الوراق كيفاش كتاخذهم، وكيفاش الشواهد كتاخذهم بدون مشاكل، بدون وساطه، بدون المحسوبيه، بدون الزبونيه، بدون رشوه. الخصم قال اللهم في بلادي، ودخل السياسه وانتمى للحزب، وقال نخدم احدى المدن، نولي رئيس جماعه ولا في البرلمان ولا في الوزاره. وشاءت الظروف انه نجح في مدينه ايموزا، ولكن اش غادي نقول لك، حاربوه بهذا المعنى، لانه الوقيته اللي كتكون رئيس جامعه اكثر من 20 عام او شي 3 الولايات، وقيل هذاك الرئيس السابق، ومن ما كدير والو، ومن كينجح واحد يلا جديد في الميدان السياسي، في الميدان الحزبي، ومن كيولي ناجح وكيكون شاد هو السلطه، هو رئيس الجماعه، وانت كتولي في المعارضه كتحاربه باش ما كتخليش يخدم على خاطره ويهربوه. والدليل على ذلك انه ما خلاوش يخدم وبغاو يدخلوه للحبس. يعني 50,000 درهم كفاله باش خرج، والوقيته اللي داز عند المحقق ديال وكيل الملك، لولا التدخلات السياسيه والحزبيه، ولولا الراي العام، لان ولات واحد الموضوع وواحد الاشكاليه عند المغاربه، وبخصوص الناس ديال ايموزا تضامنوا وتعاطفوا مع الخصم، لانه بغى يخدم هذه المدينه هذه. ولكن باش نخدم المدينه، وباش نخدم بلادي، وباش نعطي واحد الاضافه، وباش نبين الشفافيه والنزاهه ديال باش يبينها الخصم في الاداره في التسيير، بغاو يلفقوا ليه تهمه ديال عرقله التسيير التنموي في مدينه ايموزا. الوقيته اللي بغى يحاسب دوك الحزب اللي كان قبل منه، الرئيس اللي قبل منه، ديك السلطه اللي كانت قبل منه في ايموزا، الوقيته اللي بغى يجبد لهم الماضي ديالهم اش داروا واش فعلوا وفي التصافات الماليه
ديال ايموزا بغاو يديوه للحبس. هادو ناس ما كيتقيو الله، ما كيعرفوا الله، ما كيخافوا من الله، ما كيخافوا من حتى واحد. المحاسبه بيناتهم، كيبغيو واحد من الحزب ولا واحد سياسي هو اللي يكون على رئيس الجماعه في البرلمان في الوزاره. ما كيبغيوش شي واحد اللي بغاوه المواطن حبا في الله، حبا في شخصيته، حبا انه غادي يخدم هذه المدينه. ما كيبغيوش هذوك الناس القدام اللي كيشدوا الكراسه، اللي كيديروا لهم القفوله وما كيبغيوش يطلقوا منهم. همهم الوحيد هو يبقاو على رئاسه يعني الجماعه، يبقاو في البرلمان، يبقاو في الوزاره، هما اللي كيحكموا، هما اللي كيخطوا، هما اللي كيصرفوا، باش ما تعرفش فين كتصرف الملايير. هذا هو العيب. اتقوا الله اللي غادي نقولها للمسؤولين القدامى. ولكن كما كنقول لك باللي الملك ديال البلاد ما تعتقدوش بلي انه ما كيعرف والو، ولا ما كيعرفش اش واقع في البلاد ولا اش كيدور. الملك تا هو كيعرف اش واقع، واش كيدور في جميع المدن وجميع المستجدات، سواء من فساد ديال السياسيين، سواء من الاجرام، سواء من اي حاجه كتوقع في البلاد. ولا بد من ان هناك تدخلات ملكيه، تدخلات على اعلى مستوى، باش الملف يعاد فيه النظر، وباللي ان الخصم انسان شريف، انسان نزيه، وبيخدم هذيك المدينه. وحتى المواطنين القاطنين بديك المدينه والساكنين بديك هذاك بغاو الخصم ومضامنين مع الخصم. وانا كنتمنى باش يبقى الخصم في ايموزا، وباش ما يطلعش ليه الدم ويزيد في حالته الالمان.